وفيديو اليوم شيء مختلف عن استعدادات الصيف وكيف نستعد له بأحسن حلة. لازم ناخد كل يوم حمام صيفي بسيط، ولازم تتوفر عندنا منتجات للعناية. أهم شي الشاور أو الحمام. ضعي صابونة لجسمك أو جيل دوش ذو رائحة منعشة ولطيفة. من أحسن أن تكون ريحته منتوية، يعني ريحة فواكه مثل الورد كيف حوريتكم من بيلا، أو ريحة الياسمين أو ريحة الفراولة مثل هاي الجيل التاني. أو اعملي عناية عميقة كاملة لجسمك. وبعد الاستحمام تأتي مرحلة ترطيب الجسم. اعملي عناية عميقة وكاملة لجسمك، واعملي كريمات خاصة بالجسم لترطيب وحمايته من الجفاف. ولا ننسى أكيد العناية باليدين. أنا بستعمل هاي لوف اير لليدين بالمستخلصات الورد، يعني كله فلاور. بعد الدوش يعني الشاور والكريمات تأتي مرحلة العطور. وأكيد ما تنسي تشتري العطور الصيفية الهادئة المنعشة كعطور الفراولة وعطور الفواكه وعطور الورد والياسمين، كلها عطور فلاور يعني فريش. وعطر الحلويات، أو كل يوم استخدمي واحد فيهم لحتى تكوني أنت دائما منتعشة وجوك يكون صيفي بامتياز. استعملوا هاي العطر إذا حبيتوا. هاي الباكاجين تبعه عطر صيفي أنا بحبه، بحس لما حطه أني بكون منعشة أكتر. والعطر الثاني اللي بحبه كتير وشيء مميز عندي وهو سكوندال، متوفر في جميع البلدان العربية. أكيد راح تلاقوه في أي مركز تجاري. بحبه كتير. وهاي الباكاجين تبعه إذا حبيتوا تشتروه، سكوندال أباغي، ريحته صيفية وكتير حلوة وكمان وردي، يعني بنكهة الورود والفاني والياسمين. أنا هيك بحسه. وكمان بيلا عطر صيفي للجسم، هذا خصوصا بستعمله بعد الشاور. وشيلة باخدها من بيم، ريحتها كتير حلوة وفريش. بستخدمها مو يوميا، بس فترة على فترة. المهم هاي العطور كاملة بحبها. وأهم شي عطر الفراولة الصيفي بامتياز، هاي بحبه كتير. لازم كل بنت تتوفر عندها عطر واحد. هاي النوع من نفس الماركة أخذتهم كلهم على شكل باك، يعني مجموعة كاملة للعناية، وبثمن بسيط جدا ومناسب. بعدين مرحلة النظافة الشخصية أنا بستعمل مية. هاي الفوط الصحية حلوة حبيتها، وكمان اللون الوردي. شوفوا اليوم فلوج خاص باللون الوردي، لهيك حبيت أوريكم منتجات العناية بهاي اللون منتوي وصيفي. أنا بستعمل هاي السكرب أو مقشر الجسم بنكهة الفراولة، كتير حلو بيخلي الجسم منعش، ويعني واحد ترطيب يا الله شو كيوت. وهاي المنتجات لازم يكون قبل أي شي مزيل العرق. شوفوا هاد أنا حبيته بنكهة الكوكو. وبالنسبة لعناية الشعر أنا بستعمل هاي شامبو بمستخلصات الكوك يعني، أو اللوز السمسم. وتأتي المرحلة الأخيرة اللي لازم كل بنت تعتني بأسنانها. أنا بستعمل هاي الباندوش للفم. وهاي دونتيفريس باور دونت. عناية الأسنان عناية مهمة، لازم كل شخص سواء بنت يفرشوا أو أسنانهم كتير منيح. المهم بنات، ثالث خطوة اشتري منتجات العناية بالجسم والشعر والبشرة والأظافر، بمعنى اشتري منتجات جديدة للعناية بالنفس خاصة بفصل الصيف، كواقي الشمس وزيت الجسم، وكمان مرطبات صيفية عطرية الخاصة بالبشرة والجسم. قولوا لي إذا حبيتوا الفلوج ولا لا.